على شط بحر إيجا واقف راجل ساكت مش بيفكر في السفر ولا في الحب. كان بيفكر في حاجة تانية خالص. الكون ده جاي منين؟ كل الحاجات اللي حوالينا دي أصلها ايه؟ الناس زمان كانوا بيقولوا الآلهة زيوس وبوسيدون هما السبب، بس الراجل ده قال لأ، أنا هدور على العقل مش الخرافة. الراجل ده كان اسمه طاليس. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا على طول. طاليس اتولد سنة 624 قبل الميلاد تقريبا في مدينة ميليتوس في أيونيا، دلوقتي جزء طبعا من تركيا. يعني ميليتوس وقتها كانت مدينة مزدهرة بالتجارة والثقافة، وفيها تلاقح يعني حضاري بين الشرق والغرب. طاليس كان مثقف بشكل غير عادي، درس الرياضيات في مصر ودرس الفلك عند البابليين، واتأثر بثقافات كتير جدا مختلفة. يعني مش بس كان يوناني، لأ، كان ابن حضارات متعددة. طبعا كان بيشتغل كذا حاجة، كان عالم رياضيات، كان فلكي، وكان فيلسوف، وفي مصادر كمان بتقول انه كان مستشار سياسي وتجاري. آم، طيب ايه السؤال اللي طاليس سأله في بداية فكره؟ قال: ما هو أصل الوجود؟ سؤال بسيط بس عميق جدا. طاليس كان أول واحد في التاريخ يسأل السؤال ده، مش علشان يدلل عليه بأدلة دينية، لكن على أساس إنه يجاوب عليه إجابة عقلية. وإجابته كانت إيه؟ إجابته كانت إن المية هي أصل كل الأشياء. طب ليه المية؟ كان بيشوف إن المية موجودة في كل مكان، كل الكائنات الحية بتحتاج مية. المية ممكن تتحول، يعني ممكن تكون بخار، ممكن تكون سائل، ممكن تكون تلج، فبتمثل عنصر قابل للتحول. طبعا ده كان ثورة فكرية خالص في تاريخه. لأول مرة في التاريخ في حد بيحاول يفسر الطبيعة بحاجة طبيعية، مش بقصة أسطورية زي المكان معتاد في عصر طاليس. طيب، بالنسبة للحاجات اللي كان مهتم بيها طاليس، من ضمنهم الرياضيات مثلا. طاليس هو أول واحد ينسب له استخدام الهندسة في الحسابات العملية. وفي حكاية شهيرة إنه قاس ارتفاع الهرم في مصر عن طريق ظله. حاجة كمان كان مهتم بيها جدا طاليس هي فكرة الفلك. تنبأ بكسوف شمسي سنة 585 قبل الميلاد، وده اتسجل في كتابات هيرودوت. قال إن القمر بيستمد نوره من الشمس. طب ده معناه إيه؟ إنه ما كانش بيفكر بس كفيلسوف، لأ، كان بيشتغل على الأرض، بيراقب، بيحسب وبيسجل. وده بيخلينا نعتبره أول فيلسوف عالم في التاريخ. لما نيجي مثلا نشوف تعريف الفلسفة عند طاليس، هنلاقي إن الفلسفة مش تأمل فقط، لأ، دي منهج، دي طريقة بحث. هو بدأ بمبدأ اسمه الطبيعة الأولى، وده الأساس اللي بعدين هيبني عليه كل فلاسفة اليونان أفكارهم، زي مثلا أنكسندمندريس وأكسمانس وهيراكليتس. بس هل هو فيلسوف ولا عالم طبيعي؟ ده طبعا سؤال مهم جدا بعض الناس ممكن تسأله. لكن في الحقيقة في باحثين بيقولوا إن طاليس كان أقرب للعالم منه للفيلسوف، لأنه ما فكرش في الأخلاق مثلا أو الوجود الإنساني أو السياسة. لكن اللي ما يخليهوش فيلسوف إنه استخدم العقل، وكان عنده منهج، وكان بيسأل عن الكل مش بس الجزء. ده ممكن يقربه كمان من الفلسفة أكتر منه للعلم. طيب، تأثيره بقى على اللي جم بعده ايه، او الارث الفلسفي اللي سابه طاليس ايه؟ تأثيره على الكسندريس، تلميذه اللي رفض فكرة المية كمبدأ، وقال ان في حاجة اسمها اللامحدود وهو اصل الاشياء. طيب، تأثيره كمان على افلاطون وارسطو. افلاطون كان بيشوف في المثال الاول للعقلانية، وارسطو بيعتبره المؤسس الاول للتفسير العقلي للطبيعة. في العلوم مثلا، الهندسة الإغريقية يا جماعة اتأسست عليه. يعني الراجل ده كان كفيل إنه يأسس فكرة الهندسة الإغريقية كلها قايمة على أفكار طاليس. علم الفلك بدأ يتحرر من الأساطير طبعا بفضل إنه طاليس أول واحد بدأ يشغل دماغه وما يعتمدش على الأساطير الإغريقية القديمة فقط. طيب، في الفلسفة بدأ مشروع كبير جدا اسمه نستخدم العقل لفهم الكون، وده اللي كمله بعد كده كل الفلاسفة اللي جم بعد.
طليس. طيب لما نيجي مثلا ننقد طليس في عصرنا الحديث مثلا هنلاقي انه لما نيجي نسأل سؤال هل الماء كفاية لتفسير الكون؟ اكيد طبعا لا، بالمعايير العلمية بتاعة النهاردة لا. لكن مش مهم هو قال ايه، المهم ازاي فكر اصلا. يعني هو بدأ يفكر خارج دايرة الدين والخرافة، ودي حاجة مهمة جدا، وده كفاية يخليه ابو الفلسفة. هل يستحق الشهرة؟ طبعا يستحق الشهرة، مش لانه عرف الحقيقة، لكن لانه بدأ السؤال، ودي حاجة مهمة جدا في الفكر الفلسفي. انت لما تبص حواليك تشوف شجر، تشوف بحر، تشوف سما، تشوف حتى ناس او بشر، بس سألت نفسك قبل كده كل ده جه منين؟ هل في عنصر واحد بيجمعه؟ هل كل حاجة ليها بداية، ولا احنا بنلف في دايرة ملهاش اول من اخر؟ طاليس كان اول واحد سأل السؤال ده بعقله، وسابه لنا لحد النهاردة علشان نسأل نفسنا، لو كنت انت مكان طاليس كنت هتقول ايه هو اصل الكون؟ ده يمكن كانت كل حاجة حبيت ان انا اعرضها عن الفيلسوف الكبير طاليس، ويمكن دي نقاط في فلسفته كده حبيت ان انا اركز على اهم الاشياء اللي اتكلم عنها واللي حاول يثير الاهتمام ليها. لكن ده طبعا مش كل الافكار بتاعته، حابب ان انا اسمع رأيك وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتس، وتقول لي ايه هي اهم نقطة في فلسفة طاليس شدتك النهاردة في الحلقة. في نهاية الفيديو انت هنا كنت في برنامج الفيلسوف، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.